الولاء جميل، والواحد يحس ان هو مع حد في ظهره، وحد مهما حصل هيبقى واقف جنبه. حاجة هايلة. لكن لو انتوا مع حد محسسينه او هو حاسس انه مهما عمل او عملت، ومهما جم عليكم، ومهما غلطوا فيكم، ومهما داسوا، انتوا برضو موجودين، يبقى انتوا خسرتوا كل حاجة. انتوا خسرتوهم، وخسرتوا نفسكم، وخسرتوا كرامتكم، وخسرتوا مستقبلكم. فأهم حاجة في العلاقات ان يبقى فيه الاحساس ان احنا الاتنين لازم نفضل بناخد بالنا على بعض، لازم نفضل بنحترم بعض، لازم نفضل بنخاف على زعل بعض، لازم بنفضل حاسين ان احنا محتاجين ننفست او نستثمر في بعض علشان نحافظ على بعض. اللحظة اللي هتبقوا في علاقة إنسانية من أي نوع بتعملوا خدكم مداس، مش هيحصل غير انه هيتداس على خدكم وعلى وشكم وعلى حياتكم كلها. فالناس المتحكمة المبتزة الابيوسف المتنمرة هم اللي بيدوروا على الضحايا اللي بيفضلوا قاعدين وساكتين ومتنيلين على عينهم طول الحياة، علشان هم دول اللي بيقدروا يتحكموا فيهم، وهم دول اللي بيقدروا يدوسوا عليهم. كتير جدا مننا المفروض جدا يطلعوا من العلاقات اللي هم فيها، بس بيفضلوا ساكتين. أرجوكم ما تسكتوش. مساء الجمال وربنا يوفقنا كلنا.